في يوم من الأيام بعصر من العصور في مدينة أرندل، الملك والملكة كان عندهم بنتين زي القمر، الصغيرة أنا والكبيرة إلسا. أنا صحت إلسا في يوم من النوم وطلبت منها تلعب معاها، بس إلسا كانت عايزة تنام، بس أنا أغرتها. مش عايزة تبني راجل تلج؟ قاموا هما الاتنين وفضلوا يلعبوا بالتلج وعملوا راجل تلج اسمه أولاف، وده لأن إلسا من صغرها عندها قدرة خارقة سحرية، وهي إنها بتقدر تصنع أي تلج بإيديها. وفجأة وهما بيلعبوا ومن غير ما إلسا تقصد ضربت أختها أنا بالتلج. أنا أغمى عليها. إلسا اتخضت ونادت على باباها ومامتها الملك والملكة، فجريوا بيها على خبر الحب اللي باباها كان متأكد انهم هيعرفوا ينقذوها. زعيم القبيلة قال للملك انه هيقدر ينقذ أنا وهيخليها تنسى كل ذكرياتها السيئة، وهيخليها كمان تنسى قدرة أختها السحرية، وهيخلي بس الذكريات الكويسة. وقال له كمان ان قلب أنا لسه سليم، وحذر إلسا ان قوتها هتزيد يوم بعد يوم، وانها لازم تتحكم فيها وإلا هتبقى شر وخطر عليها وعلى كل شعبها. هترجع لكم تاني. فالملك والملكة خافوا على إلسا وقرروا يحموها بطريقتهم. قفلوا عليها كل باب وقللوا اختلاطها بالناس على قد ما يقدروا، وعلشان تعرف تتحكم أكتر في قوتها باباها جاب لها جوانتي تلبسه علشان تفقد إحساسها بإيديها اللي هي كانت مصدر قوتها. أنا خايفة. جه الوقت اللي أنا وإلسا كبروا فيه. الملك والملكة كان عندهم سفرية مهمة واستنوهم لحد ما يكبروا علشان يسافروا ويسيبوهم وهم عارفين يعتمدوا على نفسهم. الرحلة كانت مدتها أسبوعين بس، ولكن للأسف راحوا ومرجعوش تاني. الباخرة غرقت في المحيط وكان جواها الملك والملكة. بعد 3 سنين من وفاة الملك والملكة، ولما إلسا وصلت ل 18 سنة آن الأوان إنها تتولى حكم مدينتها أرندل. الأميرة وصلت لسن الرشد وده بقى يوم التتويج. إلسا كانت خايفة وخوفها عمال يكبر جواها من إن قوتها اللي خبتها طول ال 18 سنة تتكشف لشعبها ولأختها، وساعتها هيخافوا منها وأنا هترجع لها كل الذكريات السيئة عن قوة أختها. وفي عز ما إلسا غرقانة في خوفها ده يوم التتويج. أنا صحيت وجريت بره بوابة القصر، وكانت فرحانة بيوم التتويج وإن الأبواب أخيرا اتفتحت من يوم وفاة باباها ومامتها. وقابلت بره أبواب القصر الأمير هانز من جزر الجنوب ووقعت في حبه من أول نظرة. الاحتفال بدأ في القصر وبره القصر بعد ما إلسا تولت حكم أرندل. إلسا كانت فرحانة بس في نفس الوقت كانت خايفة، إنما أنا كانت فرحانة أكتر منها وكانت بتتمنى إنهم يفضلوا دايما جنب بعض. يا ريتنا نفضل على طول مع بعض. على طول. وابتدت تكمل الحفلة مع الأمير هانز، رغي ورقص وانبساط. وفجأة راحت لأختها إلسا وقالت لها أنا وهانز عايزين نتجوز. أختها حاولت تفهمها إن ما ينفعش تتجوز أي شخص لسه مقابلاه في نفس اليوم، وأول شخص تقابله كمان ما تعرفش طباعه وحياته وتصرفاته. أنا في الوقت ده رفضت كلام إلسا، وإلسا رفضت إنها تسمع أنا. مفيش حد هيتجوز. أنا ابتدت إنها تتخانق مع إلسا قدام كل المعزومين وقالت لها هو أنت خايفة من إيه؟ انت مخبية ايه؟ انت ليه دايما خايفة من الناس؟ إلسا حاولت تتمالك أعصابها ولكنها اتعصبت وحوطت نفسها بتلج وقالت لها بعيدي عني، لأنها من جواها خايفة تأذيها زي ما أذتها زمان وهي صغيرة. وساعتها شعب المملكة كلها عرف بقوة إلسا السحرية وافتكروا إن جواها شر لأنها حولت كل أرندل لتلج. فأنا جريت ورا إلسا وولت الأمير هانز نائب عن حكم أرندل في غيابها، إنما هانز كان خايف عليها من إلسا ومن شر قوتها السحرية. بس دي أختي وعمرها ما هتأذيني. أنا أخدت حصانها وفضلت تجري ورا إلسا في التلج، بس حصانها خاف وجري وسابها في نص الطريق من العاصفة التلجية. أنا لقيت في طريقها محل منور فدخلت علشان تشتري بلطو علشان التلج والسقعة، بس اتفاجئت إن مفيش بلاطي لأنهم كانوا في الصيف. وهي واقفة تتكلم لقت ولد داخل المحل وكان بيتكلم إنه عارف مصدر العاصفة اللي جت من الشمال. يا ترى العاصفة دي جت منين؟ من جبل الشمال. بس وهو بيحاسب اتخانق مع صاحب المحل على الحساب، فصاحب المحل طرده وما خدش اي حاجة من الحاجات اللي كان محتاجها. انا كانت محتاجة تروح للشمال لانها عارفة ومتأكدة ان إلسا هتبقى موجودة هناك، فاشترت الحاجات اللي الولد كان محتاجها وقررت تعقد معاه صفقة. خدني لجبل الشمال
لو سمحت. الولد اللي اسمه كريستوف وافق على صفقة أنا، وهم رايحين جبل الشمال. أنا قعدت تفضفض معاه وقالت له سبب المشكلة، والغريبة إن رأي كريستوف كان هو رأي إلسا. هو انت اتخطبتي الراجل لسه متعرفة عليه؟ وهم في طريقهم لجبل الشمال واجهتهم صعوبات كتير، ومنها إنهم خسروا عربيتهم، ولما قربوا يوصلوا لجبل الشمال قابلوا راجل تلجي بيتكلم. كلهم اتخضوا، ولكن أنا سألته هي إلسا هي اللي عملتك؟ فرد عليها وقال لها أيوة، وتعرفوا على بعض. أهلا وسهلا، أنا أولف. وقال لهم إنه هيوصلهم. بس أولف سألهم انتوا عايزين توصلوا لإلسا ليه؟ قالوا له علشان ترجع الصيف من تاني. ساعتها أولف عبر عن كم حبه للصيف وأجواء الصيف. أنا طول حياتي بحب فكرة الشمس والصيف. بس كريستوف كان عايز يفهمه إن لو الصيف جه هو مش هيبقى ليه وجود أصلا. وأخيرا وصلوا لجبل الشمال عند إلسا اللي عملت لنفسها قصر مصنوع من التلج. أنا طلبت من كريستوف إنها تدخل لإلسا لوحدها لأنها أختها وهتعرف تتفاهم معاها. متهيألي المفروض تستنى هنا. أنا دخلت لإلسا واتأسفت لها على اللي حصل بسببها، وطلبت منها ترجع معاها أرندل وإنهم يرجعوا زي زمان مع بعض. بس ساعتها إلسا افتكرت إنها أذت أختها أنا زمان، ورفضت إنها ترجع معاها تاني. بس غالبا لازم تمشي، أرجوكي. بس أنا ما استسلمتش وعرفتها على أوليف، يمكن ده يقنعها إنها ترجع معاها تاني. وقالت لها إن الجليد بتاعها اتسبب في شتاء دايم في أرندل، وإنهم ممكن يرجعوا الصيف تاني مع بعض. كل ده ما أثرش في إلسا، وضربت أختها أنا بالتلج زي ما ضربتها زمان وهي صغيرة من غير ما تقصد، وعملت وحش ضخم من التلج. أخد أنا وكريستوف وسبان وأوليف ورماهم كلهم من القصر، وقال لهم إياكم ترجعوا هنا تاني. وفي عز ما أنا كانت بتفكر هتعمل إيه، هنعمل إيه؟ هنتصرف إزاي دلوقتي؟ دي طردتني. الأمير هانس كان بيهتم بشعب أرندل وبيوزع عليهم البطاطين وبيوفر لهم كمان الأكل لحد ما أنا ترجع القصر تاني. روحوا كلوا، في أكل كتير جدا في القاعة الكبيرة. كريستوف وهو صغير شاف خبراء الحب وهم بيعالجوا طفلة من صدمة ثلجية، فاقترح إنه يروح لهم ومعاه أنا علشان يعالجوها من الصدمة الثلجية اللي تسببت فيها أختها إلسا. كريستوف راح لخبراء الحب اللي هم عيلة مع أنا وأوليف وسبن. أنا وأوليف افتكروا في الأول إنه بيكلم الصخور، بس بعد كده عرفوا إنهم أقزام. وأول لما أنا اتكلمت خبراء الحب افتكروا إنها حبيبة كريستوف وحاولوا يجوزوهم لبعض، بس كريستوف صدمهم وقال لهم إنها مخطوبة لحد تاني، وقال لهم إنه جه علشان مشكلة تانية خالص. فزعيم القبيلة جد بابا اللي هو شفاها زمان من التلج اللي أخدته من إلسا قال له كريستوف أنا آسف، أنا مش هعرف أعالجها لأن الضربة المرة دي في القلب، لو كانت في المخ كانت هتبقى سهلة، وإنها لو ما أخدتش جرعة الحب الصادق هتتحول لتلج للأبد، إنما دلوقتي اللي يقدر يشفيها جرعة صغيرة من الحب الحقيقي تدوب القلب المتجمد. فكريستوف خدها وجري بيها على خطيبها الأمير هانز علشان يديها قبلة الحب الصادق اللي هتدوب التلج اللي في قلبها. وهم بيجروا علشان يروحوا القصر، الأمير هانز طلع هو وجنوده من القصر علشان يدوروا على إلسا ويقبضوا عليها. ووصلوا لقصر الشمال ولقوا وحش التلج قدامهم وحاربوه، وإلسا كمان حاربتهم، لكن هم اللي انتصروا في الآخر وأسروا الأميرة إلسا وأخدوها تاني لقصر أرندل. كريستوف نجح إنه يوصل أنا لقصر أرندل علشان تقابل هانز، وودعته على باب القصر وقالت له ياخد باله على نفسه. أنا أخيرا وصلت لهانز وطلبت منه إنه يبوسها بسرعة، بس المفاجأة أنا ده لو لقيتي حد في البلد دي بيحبك بجد. هانز خذلها وصارحها بحقيقته إنه خدها خطوة علشان في مملكته هو الوريث ال13 ولا يمكن يتولى العرش أبدا، إنما لو اتجوز ملكة كان ممكن يبقى ملك في يوم من الأيام. إنما دلوقتي الوضع اتغير، هو لو أنقذ أرندل من الخطر ومن الشتاء وخلص على إلسا هيتولى هو حكم أرندل ويبقى الملك. أما عن إلسا فقدرت تتخلص من قيودها في القصر وتهرب، وراحت تدور على أنا اللي كانت بتجري هي وأوليف على كريستوف حبها الحقيقي اللي كان هو كمان بيجري ناحية القصر علشان ينقذها. الأمير هانس طلع قال للناس كلها الأميرة أنا للأسف
ماتت. وإنهم اتجوزوا قبل ما تموت، وإنه لازم يشنقوا الأميرة إلسا الخطر الحقيقي على المملكة لحد ما تموت ويمسك هو حكم أرندل. الأمير هانس جري ورا إلسا وقال لها مش هتقدري تهربي، أنا ماتت بسببك يا إلسا. ساعتها إلسا ضعفت هي وكل قوتها، والعاصفة وقفت لأن منبعها كان غضب إلسا. واخيرا انا قابلت كريستوف وخلاص كانوا هيبوسوا بعض، بس شافت هانس وهو بيحاول يقتل اختها من ظهرها. انا نسيت نفسها وفكرت بس في اختها وجريت على اختها وهي بتحاول تدافع عنها. اتحولت انا لقطعة تلج. إلسا اتخضت لما شافت اختها بالمنظر ده قدامها، وفضلت تحضن فيها وتقول لها ما تسيبينيش انا محتاجاكي. وفي لحظة وهي دي كانت جرعة الحب الحقيقي من أخت لأختها. تلج مملكة أرندل إلسا قدرت تشيله بالحب اللي جواها، والصيف رجع للمملكة من تاني، وشعب أرندل كله كان مبسوط وسعيد. أما عن الأمير هانس الجنود أخدوه وقرروا إنهم يرجعوه لبلده من تاني، وساعتها إخواته ال12 هيقرروا يعملوا فيه إيه هناك. القلب الوحيد المتلج هنا هو قلبك. أما عن كريستوف فاعترف بحبه لأنا. وأوليف قدر يعيش في الصيف براحته بسبب سحابة إلسا اللي صنعتها له علشان تبقى فوقيه وتمشي معاه مطرح ما هيروح. أما عن إلسا فتعينت ملكة رسمية لمدينة أرندل، وساعتها كل شعب أرندل عايش في سعادة وسلام. وبكده قدرت إلسا تتحكم في قدرتها السحرية بسبب حب أختها ليها.